السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الماعز العارض والماعز الشامي، كلتا السلالتين من أقدم السلالات ومن أرقاها ومن أجودها في المشرق العربي، ولكل سلالة ميزتها وخصائصها. في هذا الفيديو سنقوم بمقارنة اعتمادا على معلومات موجودة في الانترنت ومصدرها إما أن يكون من مربين أو من مراكز بحث حول هاتين السلالتين. نرجو أن نوفق في ذلك دون أن نصطدم بعشاق هاتين السلالتين. الوزن: يصل الماعز الشامي إلى 70 كيلوغرام لدى الإناث، أما الذكور فتصل إلى 90 كيلوغرام. أما الماعز العارضي تصل الذكور منها إلى 120 كيلوغرام، أما الإناث فقد تصل إلى 80 كيلوغرام. وبهذا يتفوق الماعز العارضي على الشامي من في الوزن. إنتاج الحليب: إنتاج الحليب لدى الماعز العارضي يعتبر جيد بمعدل لتر ونصف أو لترين، وقد يصل إلى أكثر من ذلك إن وجدت الرعاية الجيدة، ولكن بحكم طريقة تربيته وقطعه لمسافات طويلة للرعي لن يكون ماعزا لإنتاج الحليب بكثرة كالسلالات الخاصة بذلك، كالماعز الشامي الذي يصل إلى 5 لتر في اليوم. فالماعز الشامي أكثر إدرارا للحليب، ويعتبر من أحسن 5 سلالات لإنتاجه، ويمتد موسم إنتاج الحليب إلى 200 يوم، أي أكثر من الماعز العارضي ب60 يوم، إذا علمنا أن الماعز العارضي مدة إنتاجه هي 140 يوم فقط. المظهر الخارجي: يصعب الجزم أيهما أجمل، فلكل سلالة عشاق، ولكن إن كان ولا بد الاختيار بين الأجمل فسوف أختار الماعز العارض، لأني أراه أكثر جاذبية وتناسق بحكم أصالته وقلة التهجين فيها. أما الماعز الشامي لا بد أن أمنحه نقطة في الجمال أيضا لكي لا أغضب عشاقه ومربيه. الخصوبة: نسبة الخصوبة مرتفعة لدى الماعز العارضي مقارنة بالماعز الشامي، فالإناث لدى الماعز العارضي تكون مستعدة للتزاوج في سن 5 أشهر، بينما لدى الماعز الشامي فتكون في عمر 7 أشهر لدى الإناث، أما الذكور فبعمر 9 أشهر. وإن فترة التناسل والتلقيح عند الماعز الشامي موسمية، تحدث خلال فترة محددة من السنة، ويتم تقبل الفحل والتلقيح خلال شهري آب وأيلول، وقد تمتد إلى تشرين الأول. أما الماعز العارضي فقد تكون طوال العام إن وجدت الرعاية الجيدة، بهذا تتفوق السلالة الصحراوية على السلالة الشامية. نسبة التوائم: نسبة التوائم متكافئة لدى السلالتين، كلا السلالتين قد تصل إلى 4 مواليد في البطن الواحدة، فقط عليك برعايتها والحفاظ عليها وتغذيتها جيدا، واختيار الفحل المناسب للتزاوج. مقاومة الأمراض: أصالتها وقلتها وتمركزها في مكان واحد يجعلها أكثر عرضة للأمراض. عن سلالة العارض أتكلم لأنها لم تتعود أجسامها على الأمراض الحديثة بحكم تواجدها في مناطق لازالت عذراء غير ملوثة، لذا تجدها حساسة للأمراض، عكس الماعز الشامي الذي انتشر حول العالم وتم تهجينه مع سلالات عدة، فأصبحت متأقلم مع الأمراض.
التأقلم مع المناخ. الشعر الكثيف لمقاومة البرودة في الصحراء التي تصل إلى ما تحت الصفر. اللون المميز الذي يوازن من ارتفاع درجة الحرارة في الجسم، مع تلك الآذان الطويلة العريضة التي تعمل على تخفيض درجة الحرارة الجسم. قوة الأرجل والقدرة الهائلة التي تتمتع بها سلالة العرض للمشي لمسافات طويلة للرعي. أراها أكثر تأقلم وأحسن من الماعز الشامي في هذا الجانب. السعر. تصل أسعار الماعز الشامي إلى مبالغ خيالية، خاصة تلك التي تشارك في مسابقات الجمال. وقد أقيم معرض ومزاد عالمي للماعز الشامي في شمال رام الله هذه السنة، ووصل السعر إلى أكثر من 20,000 دولار. وهناك عدة معارض تقام في الوطن العربي للماعز الشامي في الأردن ودول الخليج، وتباع بأسعار كبيرة قد تصل إلى 50,000 دولار. هناك مقاييس جمال لدى الماعز الشامي يعرفها عشاقها، فالأمر ليس غريب أن تصل إلى هذه الأسعار. فتفكير عشاقها ومربيها ليس كتفكير من يربيها لأجل اللحم أو إنتاج الحليب. فمربي الماعز الشامي كمربي الخيل العربية الأصيلة. أما أسعار ماعز العارضي ليست بذلك الارتفاع، فهي تباع بأسعار عادية، ولا أدري لماذا، أي هي لقلة المعارض أم لكثرة أعدادها. حالها حال أغنام ولاد جلال بالجزائر. الماعز الشامي يتفوق في السعر. الانتشار. أكثر انتشارا السلالة الشامية، بحيث أصبحت توجد في أماكن عدة وحتى خارج الوطن العربي، بل إنها أصبحت تسمى بأسماء البلدان التي توجد بها، وصارت تنسب إليها زورا. نذكر على سبيل المثال لا الحصر الماعز القبرصي، وقد تم نقلها من المستعمر البريطاني منذ 70 سنة إلى قبرص لتحسين السلالة المحلية. أما الماعز العارضي أو ماعز الصحراوي لا يزال محافظا على تواجده القديم، ولم ينتشر بتلك الكثافة خارج الدول الخليج، لذا يعتبر أقل انتشارا في العالم. النتيجة لا تعني تفوق تلك السلالة على أخرى، فلكل سلالة عشاق، وإن كان ولا بد أن أختار، فإني أرى الماعز العارضي هو الأجمل والأرقى. وأنت ما رأيك؟ شكرا لكل من أصغى واهتم. شكرا لكم. شكرا.